المساحه الثالثه هي الحاجات اللي انا قوي فيها ومنافسيني مش اقوياء فيها والناس بتحبها. زي ايه؟ والله انا اسرع حد بيوصل الخدمه للعملاء بتوعي، اسرع دليفري، انا اقل سعر في الفئه بتاعت الكواليتي بتاعتي، انا اعلى كواليتي في نفس السعر، بس بودي مناطق ما حدش بيوصل لها. لما يبقى عندك ميزه عن بقيه منافسينك، اولا لازم تبقى عارفها عشان تعرف تعملها بروموشن، وثانيا لازم تحميها عشان هي ما بتفضلش. يعني انت اسرع دليفري، ما الناس هتعرف بتوصل ازاي وهيوصلوا زيك، بتودي مناطق ما حدش بيروح لها هيعرفوا يودوا لها، وات ايفر ايه الميزه التنافسيه بتاعتك الناس هتاخدها، هي كده كده هياخدوها، فلازم تحميها، تفضل تخليها احسن او تدخل حاجات تانية معاها. في حاجات بقى تانية فكر فيها مش هنتكلم عنها كتير، زي المميزات اللي عندي بس الناس مش محتاجاها، طب ما ممكن توريها لهم، تدوقها لهم، تديهم فري ترايل، هتعجبهم فيحتاجوها. الحاجات اللي عند الناس محتاجاها ومحدش ولا انت ولا نفسينك بتعملوها، الفئه اللي انت الفئه اللي انت بتستهدفها محتاجينها بس محدش بيفلفلت، طب ما تبدا تشغل الار ان دي بتوعك عليها، الحته اللي فوق خالص دي، شغل الار ان دي، ابدا جهز ليها. حلو. طيب من هنا نبدا نجهز البوزيشننج ستيتمنت بتاعتنا. مش كده عديتها ما قلتهاش أهو. عشان اعمل بوزيشننج ستيتمنت انا ببدا الاول اتكلم مين التارجت كاستمر بتاعي، اسم البراند بتاعتي، ايه الحاجه اللي هتفهمهم انا بقدم ايه الاوفرنج بتاعي، ايه الوعد اللي انا بوعده لهم، بعد كده ايه السبب اللي يخليهم يصدقوني، وفي الاخر لو صدقوني هيوصلوا لايه. يعني ايه؟ تعال ناخد مثال. في كي اف مثلا البوزيشننج ستيتمنت بتاعتنا عامله ازاي؟ للبزنسز اللي عايزين يحققوا اهدافهم من خلال الديجيتال ماركتنج، فانا كده خلاص حددت انا بستهدف مين. كي اف ايجنسي اسم البراند بتاعتي، عايز بقى اديهم فريم اوف ريفرنس، اقول لهم حاجه اللي انا بقدمه بس يفهموها بناء على خبراتهم. انت قايل لهم ايه؟ بندي لك تailored استراتيجيز وانوفيتيف سوليوشنز، يعني بدي لك حاجات معموله خصيصا ليك، مش باكجز يعني او كده، مش زي الحاجات التراديشنال، لكن انا بدي لك حاجات كرافتد ديبلي انجيجنج مع الفئات اللي انت بتستهدفها، لان هو ده التشالنج اللي بيقابلهم، ان انا بشتغل كاستمايزد عليك. طيب ايه تاني؟ طيب لو اشتغل معانا ايه اللي هيحصل؟ هطلع لك ميجرابل سكسس، يعني هعدي الحاجات المعقده وكومبلكس دي اخترناها بدقه، هقول لكم ليه، واساعدك توصل لميجرابل سكسس، هساعدك تقيس النجاح. ليه بقول حاجات معقده؟ عشان في تشالنج بيقابل معظم الشركات اللي بتجيلنا، ان البيزنس معقد، الشركات اللي حاول يشتغل معاها بتاعه الماركتنج ما فهموش اصلا هو بيشتغل فين، فانا ببقى عارف ان هي حاجه كومبلكس وعندك تشالنج معقد اصلا مش عارف تشرحه، اساعدك تحله وتقيس النجاح بنفسك. طب انت ممكن تكون بتحور، فاحنا قلنا ان احنا اشتغلنا مع اكتر من 100 كلاينت، واكشلي اكتر من 180 كلاينت بس اخر سنتين تقريبا 100، لان احنا اشتغلنا من قبل الايجنسي ده، كده اللي يخليه يقتنع. طب لو اقتنع بقى فعلا واشترى مني، ايه اللي هيحصل له؟ ايه بقى البروميس الاخير اللي هي يا سلام انا كده اتبسطت قوي، انك كبزنس مانجر مش هتحتاج تفكر في الماركتنج تاني، ولكن هتبدا تركز على باقي المناطق بتاعت البيزنس عشان تكبره. دي احلى حاجه، احلى جمله البيزنس اونرز بيسمعوها مني فعلا. هو اقصى طموحاته ينسى التسويق، مش عايز يفكر فيه تاني، عايز حد يقفل له الحته دي خالص. حلو.